حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل وصفتين. وصفة عادية جدا كلنا بنعرف نعملها، وهي الفتة واللحمة والرز والكلام ده كله. وأكلة تانية أنا عمري ما دقتها في حياتي، ولا عمري حتى هدوقها، وعمري ما عملتها، ودي كانت أول مرة أعملها فيها. تعالوا الأول هنعمل الفتة. خدت حتة من الدهون بتاعة اللحمة وسيحتها. لما حسيتها كتير شلت منها حتة، وبعد كده نزلت باللحمة بتاعتي عشان تتشوح مع رشة من الفلفل الأسود وورق لورا وحبهان مطحونين وكام واحدة كده من الكبابة الصيني. عايزة تحطي فلفل حصى مفيش مشكلة، تمام، انا المتوفر عندي يعني بحطه. وبعد كده قطعت بصلايه وابتديت ان انا اشوح كله ايه مع بعض. وهنا كانت بصوا اللحمه منزله بقى الدهون بتاعتها مع حته الدهنه اللي انا كنت حطاها. ولما اتشوحت كويس نزلت عليها بشويه طبعا من الميه الميه السخنه. كمان بحط عليها رشه من السكر علشان بتساعد في التسويه بتاعتها. وانا ما بحطش الملح في الاول، انا بعد ما بتستوي كده ممكن بعد ساعه او ممكن خلاص بقى ان انا هطفي عليها اروح حاطه الملح بتاعي. انا هنا حطيت السكر وقلبت. بعد كده ابتدت بقى تعمل ريم، ابتديت ان انا اشيله. في ناس بتقول ان دي يعني الريم ده ان هو حاجة مش مضرة، ده من اللحمة ومش عارفة ايه، بس احنا بصراحة بنشيله تمام. وان هو كمان بحس ان هو بيغمق كمان لون الشوربة، فبنشيله خالص. هنا بقى كانت بقى بصوا دابت خالص خالص خالص. بصوا كمان الشوربة بتاعتها نقصت قد ايه، كانت الشوربة تقيلة. تعالوا بقى هنا هنعمل الأكلة اللي أنا ما بحبهاش. ايه الاكله اللي ما بحبهاش يا جماعه؟ هي لحمه الراس، والله استحاله ادوقها. طبعا في ناس صحه وعافيه بياكلوها، انا لا. عملت ايه؟ شوحت بصل جوانح مع مفروم. بعد كده نزلت عليه بهريسه من الشطه مع شويه من الثوم. كنت حاسه ان السمنه قليله، نزلت حته سمنه كده ايه بلدي. هنا لو هتلاحظوا ان جوزي هو اللي بيحط اللحمه في الحله، لان انا استحاله اجي جنبها. عملناها ليه بالشكل ده؟ لان انا خدتها غلوه مع ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وكبيبه صيني. اخدت غلوه وشلت طلعت بقى الريم كله، ورحت شايلينها منضفينها، وبقى عملناها بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها. حطيت بهارات ايه؟ حطيت اول حاجه فلفل اسود، ورق لورا وحبهان مطحونين، رشه كده من جوز الطيب. انا هقول لكم كله بقى مش لازم بالترتيب. كمون وكزبره وشويه من القرفه والسبع بهارات، وكمان بهارات لحمه. تمام. بعد كده زودتها شويه ميه سخنين. انا مش عايزه اسلقها، زودت ميه بس عشان تتسلق او تستوي فيها، بس مش اللي هي تتسلق. تمام، انا مش عايزاها يبقى فيها شوربه اساسا. هنا بقى كنت بعمل الرز. انا ما بحبش الرز ساده، فبعمل ايه؟ بشوح في حته السمنه اللي هعمل فيها الرز ورق لورا وفلفل اسود وكمان رشه من السبع بهارات. وبعد كده بشوح الرز معاهم، واحط بقى الملح والميه بتاعتي ايه عادي جدا، مفيش اي مشكله. هنا بقى كنت بقلب ولمحت فلفلايه مش مطحونه فكنت بشيلها. تمام. وبنزل بقى عليها بالميه بتاعتي، طبعا على حسب المقدار اللي انتوا بتعملوه بتبقوا عارفين بتحتاجوا ميه قد ايه. الرز بالطريقه دي بيبقى طعمه خطير، وخصوصا لو انت بتعملي فته. ولو ما بتحبيش الرز اللي هو طعمه ساده خالص هيعجبك جدا جدا جدا. هنا بقى قلت اعمل التسبيكه بتاعه الفته. حطيت حته سمنه صغيره، في ناس بتعملها في زيت برضو براحتك. وحطيت شويه من الثوم. لما اتحمروا بالشكل ده نزلت عليها بالخل. وبعد كده كنت مطلعه كيس كده صلصه عندي في الفريزر، فكيته ورحت ايه نازله على الطشه بتاعتي اللي انا عملتها، واديت لها ايه سكر، شويه ملح، وشويه من الفلفل الاسود. في ناس بتحط كمون، دي برضو يا جماعه اذواق، الاكل اذواق، كل واحد بيعمل الاكل بالطريقه اللي تعجبه وبيحط الحاجات اللي بتعجبه، وفي الاخر الطعم بيطلع اللي هو عاجبه واللي هو بيتقبله. تمام. تمام. عايزه اقول لكم والله العظيم اليوم ده انا طالعه من المطبخ متاخر، كانت رجلي خلاص وجعتني واقفه بعمل اكلتين. فالموضوع كان بالنسبه لي مرهق، مع وجود بقى عيال ووجود مصايب وحاجات من دي. فيعني الحمد لله ان اليوم ده ايه عدى على خير.
هنا بقى اللحمة بتاعتي بصوا خلاص شربت يعتبر المية، كان في صوص بسيط كده. فلما استوت خالص رحت بقى ضايفة الملح بتاعي، حطيت عليه فلفل بارد وفلفل كمان ايه حري. وعايزة اقول لكم ان انا اديت لها رشة شطة لان جوزي كان طالبها سبايسي. بعد كده هو قال لي كان عايزها على بطاطس، فاديت للبطاطس كده ايه تقليبه كده ايه معاهم. وخدت من التسبيكه اللي انا عملتها للفته كام كبشه كده نزلتها على اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين. وقلت برضو هسيبها تاخد غلوه كده مع بعض، وبعد كده هروح نقلاها في صينيه. هنا خلاص كانت اخدت غلوه، رحت بقى زي ما انتم شايفين كده حطيتها في الصينيه علشان تدخل الفرن وتاخد لون. بصوا بقى شكلها وريحتها يا جماعة كانت جبارة بأمانة. جوزي عجبته جدا، قال لي طعمها خطير، بس طبعا انا ما دقتهاش خالص، انا اكلت عادي فتة وشوربة وحاجات من دي. بس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة، ونتقابل في فيديو جديد.